أول ما الشتا يدخل علينا يبقى لازم نعمل القرص الفلاحي الطرية. عملتها معاكم قبل كده والنهاردة هنعملها بشكل جديد، وإن شاء الله تعجبكم جدا جدا، لأنها فعلا وصفة مصرية أصيلة. وهقول لكم إزاي تفضل معاكم طرية أطول مدة وتكون هشة وزي القطن. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نحضر أجمل قرص فلاحي مع بعض. في البداية حبايبي هجيب طبق عميق هحط فيه كوباية إلا ربع من شرش اللبن. كنت بعمل معاكم الجبنة الموتزاريلا الفيديو اللي فات، وكان عندي شوية من الشرش دي، طبعا طلعتها من الحليب، بتدي طعم خطير جدا جدا لو عجلنا بيها القرص. لو مش موجودة عندكم هنستبدلها بالمية العادية، والمية ما تكونش سخنة، تكون دافية يعني ايدينا تقدر تستحملها. هننزل عليها بعد كده بنص كوباية من السكر. هنبتدي نقلبهم مع بعض لحد لما السكر يدوب معانا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة كبيرة خميرة فورية، وهنديهم تقليبة كده مع بعض. بعد كده هننزل عليهم ب3 كوبايات ونص من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدامات، وزي ما قلت لكم المعيار يبقى 1. هننزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من الحليب الدافي. هنبتدي بقى نقلب المكونات كده كلها زي ما انتوا شايفين علشان ما تبهدليش الدنيا بالدقيق. نبتدي كده نلمها، لميها كده بايديكي. اول ما ابتدت العجينة تتلم معايا شوية كده، هنحط عليها 4 معالق كبيرة من السمن البلدي. طبعا ممكن نستبدلهم بزيت لو ما عندناش سمنة بلدي، او ممكن نحط معلقتين سمنة ومعلقتين زيت على حسب المتوفر عندكم حبايبي. هنبتدي بقى نعجن كويس جدا جدا لحد ما العجينة تتلم والطبق ينضف وتكون العجينة ناعمة معانا جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين حبايبي كده، دي العجينة بعد ما خلصت ما بتلزقش في ايدينا، في نفس الوقت طرية جدا جدا. هو ده قوام العجينة المطلوب، ما تلزقش في ايدينا وتكون طرية. انا قعدت اعجن فيها حوالي 5 دقايق. بعد كده بقى هنغطيها وهنسيبها تخمر ساعة في مكان دافي. دي العجينة بعد مرور ساعة طلعناها على البلانشة. نبتدي بقى نقسمها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، طلعت معايا 16 قرص. هنبتدي بقى ناخد قطعة قطعة ونكورها كده زي ما انتوا شايفين. لازم نقفل العجينة واحنا بنكورها كويس، اقفليها كده كويس. تكوريها بقى بالشكل ده. هناخد قطعة تانية ونفس ما عملنا في الأولانية هنعمل في التانية. أهم حاجة تقفليها كده من تحت كويس. هكمل بقى بقية الكمية وهرجع لك مرة تانية. ودي العجينة حبايبي بعد ما كورتها هغطيها بقى وهسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. هجيب بقى صينية من عندي حبايبي وهدهنها كده زي ما انتوا شايفين شوية زيت صغيرين. ادهنيها كويس.
هبتدي بقى حبايبي هحط فيها كور العجين، ولازم تراعي يكون في مسافات متساوية بين كل كرة والتانية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى ابتدي افردهم بايدي عادي جدا، وممكن تستخدمي النشابة لو تحبي. دي القرص بعد ما فردتها في الصينية هغطيها بقى وهسيبها تخمر مدة تانية لمدة ساعة تقريبا لحد ما تتنفخ وترتفع عن مكانها. دي القرص بعد التخمير التاني هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، هتاخد حوالي ربع ساعة، المهم تتحمر من تحت وتاخد لون ذهبي من فوق. دي القرص بعد ما خرجت من الفرن اللهم بارك، شايفين جمالها؟ شايفين طراوة العجينة زي القطن ولا ريحة الخبيز الجميلة اللي بتملى البيت دفى وبركة؟ عاوزة بقى أفتح معاكم واحدة ونشوفها مع بعض. ما شاء الله لونها مظبوط وجميلة. تاكلوها بقى حبايبي مع أحلى حتة جبنة قديمة. ما شاء الله تبارك الله، خفيفة جدا جدا. تاكلوها بقى مع أحلى حتة جبنة قديمة وكوباية شاي، هتكون بصراحة وهمي جدا. ما شاء الله تبارك الله. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش حبايبي تجربوا الوصفة وتقولولي رأيكم فيها، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.